وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله رب العالمين، جعلنا من أمة الأميين وأرسل إلينا خاتم المرسلين، وأنزل عليه كتابه الكريم بلسان عربي مبين. نحمده على ما هدانا واجتبانا، ونشكره على ما أولانا وأعطانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ابتلى عباده بالرسل وابتلى الرسل بعباده، فمنهم من آمن ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، علمه ربه عز وجل فأحسن تعليمه، وأدبه فأحسن تأديبه، آتاه جوامع الكلم وأعطاه معاقد البيان، وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية، الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذه الحلقة هي الجزء الثاني من حلقة أضواء تاريخية، أضواء على تاريخية اللغة العربية في الصومال. أثر اللغة العربية في اللغة الصومالية. عرفت بلاد الصومال اللغة العربية منذ أن استقبلت الهجرات العربية في العصور القديمة قبل الإسلام، ولكن هذه اللغة انتشرت انتشارا واسعا بفضل دخول الإسلام في هذه المنطقة، وأصبحت هذه اللغة لغة التداول الرسمي في الصومال، وخاصة في شؤون العبادات والإدارة والمراسلات والقضاء والمعاهدات، وفي جميع المعاملات التجارية. وأكد خبراء اللغة الذين درسوا اللغة الصومالية بأن معظم مفردات اللغة الصومالية تنتمي أصلا إلى اللغة العربية بنسبة 50%، كما ذهب بعض الباحثين أيضا إلى أن اللغة الصومالية الحالية تكونت من تداخل اللغة العربية مع اللهجات المحلية في المنطقة، واستدلوا على ذلك بوجود ألفاظ عربية قديمة في اللغة الصومالية خرجت من قاموس اللغة العربية الحديثة، مثل كلمة سليط بمعنى الزيت، وكلمة بمعنى العش في معلقة امرؤ القيس، والطير في وكناتها، وكلمة النبد أو النبط بالدال أو الطاء، وهي كلمة مهجورة وغريبة في اللغة العربية المعاصرة، لا نجدها إلا في المعاجم اللغوية القديمة، وهي نفس الكلمة الصومالية لفظا ومعنى. وفي ذلك المعنى قالت به الشعراء العرب، كما يقول الشاعر العربي من بحر الكامل: يا ذا معاهر ما تزال ترود، رمد بعينك عادها أمعود، منع الرقاد فما أغمد ساعة، نبط بيثرب آمنون قعود. هكذا. والشاهد هنا هو درب نبط، أي طريق سلام وأمن وأمان، وهذا ما أكده الباحثون بقولهم بأنه يوجد مخزون كبير للغة العربية في اللغة الصومالية، والذي تغير من جذوره الأصلية، يعني وجود مفردات اللغة العربية في اللغة الصومالية، وهذا دليل على تاريخية اللغة العربية في هذه المنطقة قديم كقدم التاريخ. العوامل التي دعت انتشار اللغة العربية في الصومال: بلا شك هناك
عوامل كثيرة ومتعددة ساعدت على انتشار اللغة العربية في ربوع الصومال عبر العصور والتاريخ بشكل ملحوظ. وإن أهمية وأولوية هذه العوامل قد يختلف الكتاب والباحثون في ترتيبها وإعطاء أسبقية وأولوية دون أخرى، إلا أن كلها كانت عوامل وآليات مساعدة خدمت اللغة العربية وأصحابها بل ومحبيها. والحديث عن كل عامل من هذه العوامل يتطلب دراسات ومساحات واسعة. إن انتشار الإسلام في الصومال واعتناق الشعب الصومالي له لعب دورا بارزا في رفع مكانة اللغة العربية في أوساط الصوماليين، مما أدى ذلك إلى جعل اللغة العربية لغة رسمية في الصومال ما دامت لغتهم غير مدونة آنذاك. اللغة الصومالية لم تدون أي لم تكتب بالحرف لأنها لغة محلية، ولكن أعداء الإسلام طوروها وجعلوها تكتب بالحرف اللاتيني بعد أن كانت تكتب بالحرف العربي الكريم. وهذه العوامل هي أولا انضمام دولة الصومال لجامعة الدول العربية. في عهد السيد بري انضمت الصومال وجيبوتي هما أعضاء في جامعة الدول العربية. وبدأت الخطوات الإيجابية في سبيل التعريب منذ أن انضمت الصومال إلى جامعة الدول العربية سنة 1994 الموافق 1393 هجرية، وبذلك تفتحت الأبواب أمام اللغة العربية والثقافة العربية آنذاك إلى حد ما. وبانضمامها لجامعة الدول العربية وضعت الحكومة الصومالية نصب عيونها قضية تعلم اللغة العربية والتوسع في برامجها ومناهجها، ولكن لم تستطع أن تفعل ذلك الحكومات للضغط الكبير من دول الغرب عليها. فالآن الصوماليون في الصومال الكبير يتكلمون اللغة الإنجليزية ويدرسون باللغة الإنجليزية، وفي الصومال الصغير ما يسمى بالصومال الفرنسي أي جيبوتي يتكلمون ويتعلمون باللغة الفرنسية وهكذا. وبانضمام الصومال إلى جامعة الدول العربية أصبحت البلاد ملتزمة في نشر اللغة العربية وثقافتها واتخاذ اللغة العربية لغة رسمية، والسعي إلى جعلها أداة للتخاطب بين أفراد الشعب ووسيلة لأداء أعمال الدولة اليومية. ولم يكن للغة العربية وضع دستوري أو قانوني قبل التحاق الصومال بجامعة الدول العربية. ثانيا، إقرار واعتماد اللغة العربية في الدستور. نست المادة الثانية في الدستور الصومالي على أن اللغة العربية لغة الشعب الصومالي التي تربطه بالأمة العربية، وقد ساعد وشجع هذا القرار المجتمع الصومالي على إعطاء الاهتمام الخاص للغة العربية في جميع مجالات الحياة. ولكن كثير من المثقفين والنخبة الصومالية لا يعترفون باللغة العربية ويقولون هذه لغة سيد بري الذي انضم إلى جامعة الدول العربية لمصالح أخرى. ونص قانون التعليم العام الذي صدر في عام 1397 هجرية الموافق لعام 1977 على أن اللغة العربية مادة أساسية في كل المراحل التعليمية، والنجاح فيها شرط للانتقال من مرحلة تعليمية إلى أخرى. ثالثاً، الهجرات العربية للساحل الصومالي. تعد الهجرات العربية من أهم العوامل التي
ساعدت على انتشار العربية في الصومال، حيث واصلت الأفواج المهاجرة المتتابعة رحلاتها إلى الصومال، خاصة في العصر الإسلامي لأسباب متعددة، منها التجارة والهروب من بطش الأعداء أو نشر الدين. وبهذا الخط انتشرت اللغة العربية في الصومال وفي باقي الدول التي تطل على شرق إفريقيا. هجرة العرب في هذه المنطقة أثرت في هذه الدول التي تقع في شرق أفريقيا أو ما يحاذي البحر الأحمر وشرق أفريقيا. إن المجتمع أولا طبيعة المجتمع الصومالي، إن المجتمع الصومالي كان مجتمعا مسلما 100%، لا يوجد هناك نصارى، لا يوجد يهود أو غيرهم، إنما هذا الشعب كان كله على ملة الإسلام وما زال، ويرى اللغة العربية بأنها لغة الإسلام والمسلمين، ولا تصح الصلاة وغيرها من العبادات بدون اللغة العربية، وإنهم قد استخدموها في مجالات حياتهم المختلفة قبل كتابة اللغة الصومالية. كانت المعاهدات تكتب باللغة العربية، بل وكتبت اللغة الصومالية أيضا بالحرف العربي قديما، وبهذا رحبوا بالمهاجرين واللغة العربية والدين الإسلامي الذي كان يوافق فطرتهم السليمة. من هنا يأتي اهتمام الصوماليين باللغة العربية كوازع ديني يشترك فيه الجميع. أثر اللغة العربية في الثقافة الصومالية. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. أهلا وسهلا مشاهدي الأعزاء مرة أخرى، ونواصل ما انقطع من الحديث في بداية الحلقة، ونحن بصدد تعريف أو إلقاء الضوء على اللغة العربية في الصومال، وذكرنا العوامل التي دعت إلى انتشار اللغة العربية في الصومال. والآن نقول ما هو أثر اللغة العربية في الثقافة الصومالية. أثرت اللغة العربية في مجالات عديدة في الثقافة الصومالية، ولعل من أهم هذه المجالات ما يأتي. تأثير اللغة العربية في الثقافة الصومالية: أولا في مجال التربية والتعليم، كانت اللغة العربية هي أساس في التعليم التقليدي والحديث، ابتداء من الكتاتيب أي الخلوة في التعليم الإسلامي. الكتاتيب معناه التعليم وحفظ القرآن الكريم، وفي مدارس الأساس في التعليم الأهلي، وفي مدارس الأساس في التعليم الحكومي، وذلك لسهولتها على الناشئة وترحيب السكان لتعلم أبنائهم بهذه اللغة، اعتقادا منهم بأنها الأساس لفهم الدين الإسلامي. هكذا حبهم للإسلام جعلهم يهتمون باللغة العربية. ثانيا في مجال القضاء والشؤون الإدارية، كانت اللغة العربية لغة المداولات القضائية والأحكام الشرعية. ثالثا في مجال التجارة والمراسلات، كانت المراسلات التجارية في منطقة شرق أفريقيا من أنشط المعاملات بين الشعوب العربية وبين شعب بلاد الصومال. وكانت اللغة العربية لغة المعاملات التجارية وكتابة تدوين العقود وتصنيف البضائع، إضافة إلى تبادل الرسائل والخطابات بين العاملين في المجال التجاري وغيره. رابعا في مجال الاتصالات الداخلية والخارجية، كانت الخطابات المتبادلة
في الداخل والخارج تكتب باللغة العربية، قبل أن تكون هنالك حروف أو كتابة اللغة الصومالية بالحرف العربي أو بالحرف اللاتيني بعد ذلك. خامسا، في مجال الطب كان الأطباء الصوماليون يستعملون في الطب التقليدي الأسماء العربية في الأمراض والأدوية، معتمدين في ذلك على كتب الطب الإسلامي. والإسلام كان له دور كبير في شتى مناحي الحياة، فاهتم بالحياة كلها. سادسا، في مجال النشاط البحري كانت اللغة العربية لغة العلوم البحرية في عصر الكشوفات بسبب براعة العرب في التغييرات الجوية والعواصف البحرية والرياح الموسمية في المنطقة، فاستفاد الصوماليون من براعة العرب في هذا المجال. سابعا، في مجال التأليف والشعر، وفي هذا المجال ألف كثير من العلماء الصوماليين كتبا كثيرة في مجالات العلوم المختلفة باللغة العربية، كما نظموا القصائد الشعرية والمدائح النبوية باللغة العربية الفصحى، كما سيأتي في لاحق إن شاء الله الأدب العربي في الصومال. مؤسسات اللغة العربية في الصومال قديما وحديثا، ظهرت هنالك مؤسسات للغة العربية أي تهتم باللغة العربية، وكانت هناك مؤسسات كثيرة قديمة وحديثة نظامية وغير النظامية للغة العربية في الصومال، ولكل واحدة من هذه المؤسسات دور في نشر اللغة العربية أو تعليمها أو وتعلمها، وهي كالتالي: أولا، مدارس تحفيظ القرآن الكريم ما يسمى الكتاتيب. تعد المدرسة القرآنية أول مؤسسة تعليمية في الصومال، وهي منتشرة في المدن والقرى، ويبدأ المعلم تعليم الأولاد بتلقينهم حروف الهجاء العربية ثم الكتابة والقراءة. تعد الكتاتيب اللبنة والمحطة الأولى لتعلم أساسيات اللغة العربية وموطن انتشار اللغة العربية، وكانت وسائل التعليم فيها قديما ألواحا وأقلام من الأشجار محلية الصنع. الطالب كان يتعلم في اللوح، يكتب ويمحو ثم يحفظ ويمحو ثم يكتب، هكذا يتعلم الأطفال الكتابة والقراءة. وبعد دخول الصحوة الإسلامية في الصومال نهجت المدارس القرآنية طرقا حديثة ومعاصرة لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، متأثرة بالصحوات التي نشأت في بلاد العربية وخاصة في بلاد الحرمين. وأصبح من ضمن برامج الخلوة القرآنية تقديم دروس دينية إضافية، منها تفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والتجويد ودروس الفقه والعقيدة. ويعني هذه الكتاتيب تطورت بعد دخول الصحوة في الساحة الدعوية في الصومال. المساجد، تعد المساجد من أقدم المؤسسات لنشر اللغة العربية والدين الإسلامي. وجدت المساجد في الصومال قبل أن تعرف المدارس، وعلى هذا فالمساجد كانت مكانا لتعليم علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وأدب، وتعليم العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه وتوحيد. ولا تزال حتى الآن المساجد تضم بين جنباتها طلابا نذروا أنفسهم لتعلم العلم، وأكثر المثقفين في الصومال قد درسوا في هذه المساجد. المدارس والمعاهد الإسلامية، يرجع فضل إنشاء هذه المدارس والمعاهد في الصومال قديما إلى جمهورية مصر العربية، حينما كانت لها مكانة في العالم الإسلامي والعربي.
عبر بعثاتها التعليمية، منها البعثة التعليمية المصرية أو البعثة الأزهرية، عندما كان الأزهر له دور كبير. وقد حطت بعثة الأزهر رحالها في الصومال في عام 1371 هجرية، الموافق لعام 1952 ميلادي. وينطلق أساتذة البعثات الذين يبلغ عددهم 209 من المدرسين والوعاظ في أنحاء الصومال لنشر الثقافة الإسلامية والعربية. هذا دور الأزهر الشريف في ذلك الوقت، ولكن الآن اضمحل هذا الدور وانتهى دور الأزهر كمنارة إسلامية عالمية كانت تشع منه الأنوار. وقد زادت البعثات وجودها واهتمامها لنشر اللغة العربية بعد انضمام الصومال لجامعة الدول العربية، وبعد انهيار الحكم المركزي بعد سقوط نظام سيد بري عام 91، حيث ظهرت مدارس كثيرة أهلية ونظامية، وأصبحت لغة التعليم فيها اللغة العربية. وللأسف الشديد هذا الرجل أو سيد بري الحاكم الذي كان يحكم قبل سقوطه كان ينتهج النهج الاشتراكي الماركسي، لذلك قتل كثير من العلماء في مقديشو وهكذا. وحيث ظهرت بعد سقوطه مدارس كثيرة أهلية ونظامية، وأصبحت لغة التعليم فيها اللغة العربية في جميع المواد الدراسية حتى عام 1430 الموافق لعام 2009. وقد خرجت تلك المدارس مئات من الدفعات تعلموا ودرسوا باللغة العربية من الابتدائية إلى الثانوية، بل وبعضهم حتى الجامعات. هنالك جامعات الآن تدرس باللغة العربية في الصومال، حيث التحق عدد كبير منهم بالجامعات العربية، وعلى رأسها الجامعات السودانية واليمنية والسعودية والمصرية وغيرها من الجامعات في الدول العربية والإسلامية. رابعا، الجامعات والمعاهد العليا التي نشأت في الصومال. تعد الجامعات من أهم المؤسسات التي لعبت دورا كبيرا في نشر اللغة العربية في الصومال، وكانت للدولة الصومالية جامعة واحدة قديمة، وهي الجامعة الوطنية تدعمها الحكومة الإيطالية ماديا ومعنويا. وبعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال وفي نهاية التسعينات أنشئت جامعات أهلية عربية في ربوع البلاد كلها، خرجت أجيالا درسوا باللغة العربية. ومن أقدم الجامعات الأهلية العربية جامعة مقديشو في العاصمة الصومالية، وجامعة عمودي في شمال الصومال، وجامعة شرق إفريقيا بشرق البلاد. وبعدها أنشئت جامعات أهلية كثيرة، وقدرت عدد الجامعات في الصومال حوالي 100 جامعة، أغلبها لها كليات أو أقسام للغة العربية. خامسا، المراكز الإسلامية. ازدهرت في الصومال مراكز إسلامية شعبية في عدة مدن، منها مدينة هرر ومقديشو وزيلع وبربرة ومركا وبراوة وورشيخ. وأصبحت هذه المدن محطات تقف عندها الدارسون لعلوم اللغة العربية المختلفة وللفقه وأصوله والشريعة الإسلامية عامة، وكان يفد إليها الطلاب من داخل وخارج شرقي إفريقيا. هكذا كان الصومال قبل أن تأتيه الحروب الأهلية ويتقاتلون فيما بينهم، إلى أن أصبحت دولة فاشلة، وهاجر كثير منهم إلى بلاد الغرب وهكذا. وقد امتازت منطقة هرر بإتقان علوم الشريعة واللغة العربية، بينما صارت مدينتا مقديشو وزيلع أهم مركزين ومنفذين لتياري العروبة والإسلام في اختراق الصومال وتسربهما عبر مناطق القبائل
من الشرق والجنوب إلى الحبشة. ويأتي المركز الثقافي الإسلامي المركز المصري والمكتبة الثقافية في الصومال، حيث ساهما في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية منذ 30 عاما. المراحل التاريخية للغة العربية في دولة الصومال. إن اللغة العربية في الصومال مرت بمراحل عديدة منذ دخولها وانتشارها في ربوعه العامر هذا، ويكتنف تاريخ مراحلها الأولوية في مراحلها الأولية بعد القمود، وتباين آراء المؤرخين والباحثين فيه لقلة الدراسات التي تتناول هذا الموضوع بشكل علمي دقيق، غير أننا نسلط بعض الأضواء على أهم وأبرز المراحل منها. أولا، مرحلة ما قبل الاحتلال. إن اللغة العربية أصبحت منذ ما قبل الاحتلال لغة رسمية يستعملها الشعب الصومالي في حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية. مشاهدي الأعزاء، إلى حلقة جديدة نلتقيكم فيها بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي.